مرة دخلت صفقة وباينة انها ماشية في اتجاهي، لكن فجأة السوق لف وضرب وقف الخسارة. طب عملت ايه؟ قلت مش مشكلة هعوضها. دخلت صفقة تانية من غير تفكير، خسرت، وبعدها تالتة وبرضه خسرت. في الاخر لقيت نفسي خسران اكتر بكتير من اول صفقة. عارفين اللي انا عملته ده اسمه ايه؟ اسمه الانتقام من السوق. الانتقام من السوق مش قرار مالي، ده رد فعل نفسي. انت مش بتدخل السوق مرة تانية علشان في فرصة، انت داخل علشان دمك محروق ومش قادر تقبل الخسارة. لكن هنا يبدأ الانهيار الحقيقي. بتكبر اللوت علشان تكسب اسرع، بتلغي وقف الخسارة، بتدخل من غير تحليل ومن غير اي عقل. وده بالظبط اللي السوق بيحبه، لان السوق دايما بيكافئ الهادي وبيعاقب المنفعل. ومن اكتر الحاجات اللي لازم تتعلمها في التداول ازاي تشتغل صح. الخسارة مش نهاية، الخسارة جزء من الشغل. اللي بيفرق متداول ناجح عن غيره انه يعرف امتى يوقف وازاي يراجع نفسه. خسرت؟ افتح دفتر صفقاتك، شوف الغلط فين، خد نفس واستنى الفرصة الجاية. لكن تدخل علشان تعوض بسرعة هتخسر أسرع. لو خسرت اقفل المنصة، راجع اللي حصل، لكن اوعى تدخل صفقة وانت متضايق. السوق مش بيعرف انك زعلان. لو حصلت لك قبل كده تجربة انتقام من السوق احكيلي في التعليقات وقولي عملت ايه وقتها.